اول حاجه هبتدي بيها البرايمر. البرايم بستخدمه هو من Urban Decay. زي ما قلت طبعا ميزه البرايمر هو بيثبت الوان الاي شادو وبيخليها تظهر اقوى وتفضل فتره طويله في مكانها. فبحطه بصباعي على العين، على جفن العين من فوق ومن تحت مطرح ما احط الاي شادو. هحط التيب على اخر زاويه العين بحيث في نهايه رسمه العين يبقى عندي خط نظيف ومرتب. البالت بستخدمها هي كات فون دي. هاخد منها اللون السيمون الفاتح وبليندنج براش كبيرة هحطه على عظمة الحاجب. اللون ده هيبقى لون انتقالي هيسهلي دمج الالوان اللي هحطها بعد كده، وفي نفس الوقت هيديني تدرج في الالوان. هحطه على عظمة الحاجب وانزله على الكويس. بعدين بالسيجما E35 هرجع اخد اللون الطوبي برضو من نفس الباليت، وهحط اللون ده تحت اللون السيمون تحته على طول، يعني هركزه اكتر على كسرة العين على الكويس، بحيث في النهاية يبقى عندي تدرج الوان ما بين السيمون الفاتح الطوبي والالوان الغامقة اللي هحطها بعد كده. طبعا بعمله بلند وبدخله مع اللون السيمون. بعدين بالسيجما E25 من نفس الباليت برضو هاخد اللون الابيض، هنور بيه تحت الحاجب وعلى زاوية العين الداخلية. الستيب دي مهمة جدا، خصوصا لو هحط الوان غامقة يستحسن تنوري الحتت دي قبل ما تحطي الالوان الغامقة، هيبقى اسهل لك بعد كده. بعدين هاخد البنسل ده من NYX اللي هو رقم 601 وهحطه على زاوية العين الخارجية كبيز للون الاسود اللي هحطه بعد كده. عشان اسيحه واستخدم البراش دي اللي هي من سيجما رقمها E20. بعدين من نفس الباليت هرجع اخد اللون الاسود واحطه فوق البيز اللي انا حطيته. ميزة البيز ده بقى ان هو هيخلي اللون الاسود ده يثبت ويفضل في مكانه واضح وظاهر. بنفس الفرشة اللي هي سيجما E20 واكيد بعمل له بلند. بحيث يبقى اللون سايح مش مفهوش حتت مكعبلة. من نارس هاخد اللون الاخضر ده يلي هو بالاسم نايت بورتا، وبسنتاتيك برش او بفرشة الشعر بتاعها صناعي هرطبها بالفيكس بلاس من ماك وهحطها على العين كلها. لما بترطبوا الفرشة وبتحطوا لون بيبقى اللون اقوى. هحطه على كل العين وهدخله على اللون الاسود حتة حتة. بعدين هرجع للون الطوبي من نفس الباليت وبالسيجما E45 هسيح اطراف اللون الاسود والاخضر بحيث يديني سموكي افكت حلو في الاخر.
خدي وقتك في الستيب دي، هتاخد وقت، هياخد معايا وقت وهتاخد معاكي وقت. دايما دمج الالوان الغامقه بياخد وقت، فما تمليش، خدي وقتك فيه، لانه في الاخر هيديكي دمجتيه صح هيديكي ريزلت كويسه. فدلوقتي بعمله بلند للاطراف بحيث ما يبقاش عندي خطوط واضحه، تبقى اطراف الالوان سايحه وداخله في بعض. زي ما قلت خدي وقتك. الجيل لاينر هو من لوريال بالاسم بيور بلاك، والسيجما اي 11 هحط بيها الايلاينر. طبعا ممكن تستخدمي اي ايلاينر انتي بتفضليه، سواء بنسل او كيكي لاينر whatever. بالنسبه لي بحب خالص نتيجه الجيل لاينر. بعدين هاخد الفانيلا بيجمنت وهنور بيها زاويه العين الداخليه بالسيجما اي 16، ولأدمجها هستخدم السيجما اي 35. هشيل التاب، واكيد ملاحظين ازاي بقى عندي خط مستقيم. بعدين بالسيجما اي 17 هاخد نفس الجيل لاينر وهحطه على الووتر لاين، يعني هحطه مطرح ما بتحطي الكحل، وهنزل بيه بعد كده تحت خط الرمش، خط كده همشي بيه خط كده مستقيم تحت خط الرمش. خدي وقتك دايما وانتي بتحطي جيل لاينر، لاني لو غلطتي فيه بيبقى تمسحي الميك اب كله، اي تصليحه فيه بتسيب اثر، فخدي وقتك. وبعدين بالبراش دي من ماك اللي هي رقمها 208، هي small angled brush، هعمل الزاوية دي اللي هي عبارة عن انتي بس بتمشي على الخط اللي انتي رسماه من تحت وتاخديه عند طرفه ونزول. مش صعبة بس محتاجة شوية تدريب. بعدين هرجع للون الطوبي من نفس الباليت وبالسيجما اي 20 هسيح بيه اطراف الخط الاسود اللي انا رسمته، بحيث في الاخر يبقى عندي خط بس مموه شوية من تحت. بعدين هرجع للفانيلا بيجمنت واحطها فوق الخط اللي انا رسمته، بحيث تنور لي عيني اكتر وتدي لوك احلى. اكيد اللاشز من هدى بيوتي بالاسم سمانتا، والجلو اللي استخدمته هو من اردال. هنضف تحت عيني، هستخدم كوريكتور ده من ماك بالاسم بيور اورانج، وبريل تكنيك سبونج بعمله بلند. كونسيلر هو من نارس بالاسم فانيلا لايت 2 I think. برضو هستخدم ريل تكنيك سبونج عشان ادمجه.
المسكرة هي من لوريال فوليوم مليون دو سيل، والفاونديشن استخدمته هو من فوريفر بالرقم 20. عملت كونتور يوزن كريمي برودكت اللي استخدمت فيه الميك اب فوريفر سكالبتنج باليت بالرقم 20، والكونتور كيت من انستازيا بيفري هيلز ثبت فيها. البلاش هو من ماك بالاسم مودرن ماندرين، والهايلايت ماري لو من زبال. هرسم شفايفي. الليب لاينر ده هو من ماك بالاسم سبايس. على فكرة it's my favorite، وبحب قد ايه انه هو بيدي فوليوم للشفايف. ليكويد ليبستيك هو من جورج ارماني بالرقم 300، وكتير بحبه فعلا. الليكويد ليبستيك ده ان هو بينشف، بيبقى مات، وفي نفس الوقت ما بيلزقش، ما بيديكيش احساس ان هو شفايفك بتلزق في بعض. it's one of my favorite. وبكده تبقى دي النتيجة النهائية للوك. ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه، وان شاء الله تعملوه يطلع حلو. ما تنسوش لو حبيتوا الفيديو اعملوا لايك، ولو عندكم اي كومنت او اقتراح جست كومنت تحت قولولي، وما تنسوش سبسكرايب للقناة. باي.